أي عسلامة. أبل عندها جمعة من هبطت الإيفنت WWC 2025 وأنا جيت هنا باش نحكي لكم على رأيي فيه شنو الباهي والخايب بعد استعمالي جمعة كاملة للiOS 26 بيتا فيرجن. وزيد باش نحكيو على حاجات أصلا أبل ما حكيتش عليهم في الإيفنت هذا. وزيد قال لك الديزاين هذا هو أحسن وأكبر ديزاين صار من iOS 7. الحقيقة لا، يكذب عليك. طيب هيا نبدأ من بعضنا. أول حاجة حنا نحكي عليها اللي هي الديزاين، وبالأحر الليكويد جلاس اللي هو translucent round edges ولوك سكرين يدبتي للوال بيبر متاعك. الحقيقة it looks cool في الايفنت كريتو في WWDC I was like تو باش نهبطوا iOS وتو باش نشوفه في التليفوني. مي سيكوندا اللي ريتو في تليفوني ندمت انا صبيته اصلا على خاطره يظهرقش عليه اندرويد من عام 2012 بالرسمي. حسيت تليفوني ولا لعبة جراف. فهمت انه ديزاين يظهر فيوتشرستيك هكا وترانسبارون فازات، مي يا اخي ما جربوش لي تليفون قبل ما يهبطوه لنا امان تلمو ترانسبارون الايكونز والكتيبه اسمع شجم تقرا شنو موجود في تليفونك. حاجه جراف. اما وقت اللي فما حاجه تصلحت الحق يقال. اول حاجه صلحوها اللي هي الجاليري اب اللي اونستلي في iOS 18 كانت ياسر ويرد وياسر صعيب باش نافيجيتي في وسطها. فون اب اللي ولا فيها فويس ميل ولا فيها تكست، انه كي يكلمك نمرو ما تعرفوش يجيك تكست باش تعرف انت اسكو العبد هكا تعرفه وجست انت مش مقيد النمرو ولا برسمي عبد ما تعرفوش وقاعد يحاول يريتشي فيك. دونك تكنيكمون تجاوب على النوامر اللي ما تعرفهمش من غير ما انت تكسر كرايمك وتبدا تجاوب عرفت الو 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 ما جاوبك حتى حد. هذه حاجه باهيه. ما اقوى حاجه ضحكتني اللي هي صارت الابديت نتاع الاي مسج. قال لك الاي مسج نتاعك ليت الباك جراوند نتاع المسجز نتاعك تنجم تبدلو كيما تحب، تنجم تعمل بول في وسط الاي مسج. دود الحاجه هذه ريناها في الواتساب في الفيسبوك في الماسنجر في الانستغرام، راهي حاجه قديمه ريناها في كل شيء، مش لازم تجيبها توا وتظهر روحك عملت حاجه جديده. I'm not hating on Apple خاطر ديجا نستعمل في ايفون ونستعمل في ماك، مي الحقيقه الحق يقال معنا فما حاجات غريبه عرفت، خاصه حاجات ترى في 2025 فما شركات اخرى عملتها عام 2010. فما حاجه اخرى هبطتها مش فاهمه اسكو هي باهيه ولا خايبه. اذا علاش حب ناخذ رايكم في الكومنتار على الحاجه هذه اللي هي الميوزك فلوك سكرين. اوكي نحن الكل نحطوا اغنيه ولا نحطوا بودكاست ونسمعوه، من المره هذه قال لك تحط الميوزك نتاعك يجيك جرافيتي وانيميتد ارت في اللوك سكرين نتاعك. ات لوكس كول، اما مشكلتها اللي هي طيح لك البطاريه، خاصه مع عبد كيف يستعمل في الايفون 13 ميني والبطاريه نتاعي ماهيش احسن حاجه. دونك نزيد نكمل عليها جست انيميتد ارت وانا نسمع في غنية. الحقيقة حاجة يوزلس. سوري كان نظر لي أنا كرهت iOS 26 لهالدرجة، أما بالرسمي عديت جمعة عذاب وما نعرفش كيفاش. أما كان نجم نرجع iOS القديم I would really love that. واللي عنده أي فكرة كيفاش نرجع iOS القديم بالله يقول لي في الكومنتات راني تعذبت. فما حاجة أخرى عملوها اللي أنا فرحت بها اللي هي الواي فاي سينك. شنو الواي فاي سينك؟ الفيتشر هذا اصلا ما توصل تستعمله الا لما تكون ديجا غطس في الابل ايكو سيستم وتكون عندك اكثر من ديفايس، مثلا ايفون وايباد، ايباد وماك، ايفون وماك، حاجه كيف هكا. الحاجه الباهيه اللي انا ديجا عندي ايفون وماك، دونك الفيتشر هذا نجم نستعمله اللي هو كان نكتب كود نتاع الواي فاي في تليفوني ما عادش نستحق ان نعاود نكتبه في البي سي 70 مره باش يكونكتي. نسو فيه كونكتا في التليفون اوتوماتيكمون نلقاه كونكتا في الماك. صحيح حاجه تظهر هكا من بازيك مي تعاون في برشا حاجات. تعبت وانا نكتب في كودات الواي فاي 70 مره. نعطيهم بوينت الحاجه هذه. حسين انا ذمرت اليوم كمل نحكي لكم على اول بروبليم في WWC 2025 اللي هو الابل انتليجنس، والا خليني نقول لكم الابل ستوبيديتي. دود اش عملوا؟ خذوا الابل انتليجنس فيتشرز تاع مناور في WWC 2024 عملوا لهم ريبراندينج، غلفوهم غلف جديد وعادوا حطوهم لنا في 2025. ابل ما مانيش فاهمه واش قاعده تعمل بالرسمي. السنين الاخرانيين مش تعطي في شيء جديد. اونستلي الاي او اس 18 عجبني او هبط. نذكر اول نهار صبيته زلك واو عملوا حاجه جديده، بدلوا حاجه من الاي او اس 26 اللي هو نورمال اي او اس 19. نعم I don't like it بحط طريقة ممكن. باش ما نظلمهمش خلينا نحكي لكم شو عملوا في الابل ستوبيديتي. اول حاجة قالك فما فازة اسمها الميكس ايموجي. شنو هي ميكس ايموجي؟ تاخذ ايموجي وتاخذ ايموجي اخر وتعمل الخلطة السحرية. يب ملا ابديت. الحاجة الثانية اللي هي honestly ابديت اللي هي اللايف ترانزليشن. مثلا قولوا عندك صاحبك من اسبانيا
وانت ما تفهمش اسبانيول، ما تنجموا تحكيوا بعضكم فيس تايم ولا باي ابليكاسيون يحكي هو اسبانيول، تجيك الكتيبه طول صوت تري وجههم ريقل. من حاجه هذه مش جديده، حاجه هذه اللي عملتها الجوجل بيكسل ما عادش خدتش من عام تالي. امان وين الابل انتليجنس؟ honestly I'm kinda happy اللي عندي ايفون 13 اللي هو اصلا ما يسوبرتيش الابل انتليجنس، اصلا ما نسحقش باش نخمم في العوج هذا الكل. كان فما حاجه لقيتني ما حكيتش عليها في WWDC 2025 راني يا ما جربتهاش، مثلا كيما الفيتشرز موجودين في الايباد ولا الفيتشرز موجودين في الايرفونز، يا ما جربتهاش يا التليفون متاعي doesn't even supported، يا بالرسم حكايه تافهه باش تحكي عليها. خلصت نهار اليوم honestly ديزاين ميكست، فما عباد نجم تحبوا وفما عباد نجم تكرهوا. ديجا الحاجه هذه تنجم تشوفها كانت في جروبات الفيسبوك كيما جروبات تاع الاي او اس في هناك، فما عباد حبيتوا الديزاين لان التوله فهمت كيفاش، وفما عباد كيفي ما عجبهاش الديزاين. الحاجه الثانيه اللي هي الفانكشناليتي، فما حاجات باهيه مثلا كيما فاصل البطاري والا الابليكاسيون تاع التليفون والابليكاسيون تاع الجاليري كيفاش ولا فيهم هيك ديزاين مريقل وفانكشنال فاست هناك. مي بخلاف هذاك nothing really. الحاجه الثالثه اللي هي stability اللي هي خايبه على الاخر. السوفت وير هذا فيه برشا لاجز، ريت كنا نحكيو على الاي او اس 18 اللي هو لاقي على الاخر، سوفت وير 26 لاقي فوا 2، والانيميشنز نتاعهم ديجا ما همش كلي مريقلين، عرفت كلي الفيرسيون الاولانيه نتاع كل حاجه ديما تكون ماهيش باهيه. الحاجه الثانيه انه ليترال الايكونز في التليفون يظهروا بلوري، تصور انت ايكون تحسها فلو، اصلا نحس بروحي انا مش رافيه ولا فهمت هي فلو ولا انا مش رافيها I don't know. حاسين من الاخر اسكو ننصحك تصب الاي او اس 26 ولا لا؟ كان عندك ايفون 15 فما فوق دونك يسيبورتي الابل انتليجنس ويسيبورتي برشا فيتشرز نحكيو عليهم في الاي او اس هذا، جو اهيد خذ ريسبونسابيلتي وصب على روحك الاي او اس. كان ما فماش حاجه انتريسون بالنسبه ليك ذن بالرسمي خلي عندك الاي او اس 18، اللهم كي يحسنوا في الاي او اس 26 بالطبيعه نعاود نعمل لكم ريفيو كان فما حاجه تبدلت كان ولا بالرسمي يستحق. That's it. I'll see you in the next video. Bye.